السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. والنهاردة جايب لكم آه، طريقة تسميد البطاطس عن عنصر هام جدا وهو عنصر الكالسيوم. زي ما انتم شايفين دي بطاطس على خراطيم، وده طبعا السمادة اللي بنسمد فيها ومكنة ري هي بس معدلة. زي ما حضراتكم شايفين هنا فتحت المحبس عشان نحضر للمكنة المية عشان الطرمبة بتاعتها ما تبقاش واخدة هوا. بستنى شوية على ما المية تملى الطرمبة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الأجواء الريفية جميلة جميلة جدا. هنا دورت ما دارتش، برضو ادور تاني. المكنة دارت، المكنة اهي. طبعا انا كاتم الصوت لان الصوت المكنة مزعج جدا. هنا في خرطومين، خرطوم اللي هو عندي ده اسمه خرطوم الطرد، ده تبريد بتاع المكنة، ده تبريد المكنة. والتاني اللي هو السحب اللي هو تحت ده، خرطوم اللي تحت اهو، اللي هو من البرميل ده الازرق ده واصل هنا تحت عند الفلتر ده. الفلتر ده طبعا عشان الشوائب والأتربة ما تروحش على شبكة الخراطيم تكتمها. وده التسميد العنصر اللي احنا بنتكلم عليه، عنصر ايه؟ وهو نترات الكالسيوم. دولت تقريبا من 27 كيلو نترات كالسيوم. طبعا نترات الكالسيوم ما بتتحطش للأرض إلا وعمر البطاطس 60 يوم. ودي طبعا حامض النيتريك بينضاف معاه عادي، يعني نترات الكالسيوم بتقبل ينضاف معاها حامض النيتريك. وده طبعا اهو المحبس الاحمر ده السحب. لكن الخرطوم ده الابيض ده التبريد، تبريد المكنه. طبعا علقنا المكنه ونزلنا الارض اهوت. الارض طبعا زارعين فيها كل شيء عشان ما تروحش لبيتك بايدك فاضيه. وهنا طبعا انا طبعا هشوف اهوت الخرطوم المية ضغطها عامل ايه في الخراطيم اللي هي بتاع التنقيط. بشوف بتأكد اهو، شوف ازود المكنة شوية اقللها شوية ان كان ضغطها شديد كده، وهكذا. كده لقيت المية مناسبة في الخراطيم، خلاص. وادي زي ما انتم شايفين اهوت النقطات اهي شغالة اهيت قدام حضراتكم اهيت اهي. اهو النقاط شغالة اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. ده خرطوم نقاط 30 سنتي، كل بين 30 سنتي نقاط زي ما انتم شايفين اهو. ده بطاطس سيلان عمرها 60 يوم. شايفين يا جماعة الأجواء الريفية الجميلة. وده طبعا زي ما حضراتكم شايفين معايا، ادي البطاطس. طبعا لازم الواحد يمشي فيها كلها ويشوف في الأرض، يشوف المية ماشية كلها مظبوطة في الأرض كلها، مفيش مية حتة بتاخد مية زيادة وحتة بتاخد مية أقل كده يعني، زي ما حضراتكم شايفين اهي كده. نزلت في الأرض
طبعا الواحد يا جماعة أي حاجة بتشوفها زي ما انتم شايفين كده، أي حشائش في الأرض بتشيلها. يعني ما تقعدش بقى تفضل قاعد بس إنك بتروي وخلاص. وهنا برضو بفحر على البطاطس، أشوف البطاطس فيها عيوب، فيها تشقيق، فيها فحار كده يعني. أشوف التسميد اللي أنا بسمده صح. لازم تبقى يعني تاخد بالك النبات دوت زي الطفل الصغير، بتعطوله الجرعات المناسبة في الوقت المناسب. اهو زي ما انتم شايفين. دي بطاطس الان عمرها 60 يوم. اما تيجي تفحر على البطاطس زي كده، تفحر بالراحة بشويش عشان ما تقطعش الجذور بتاع البطاطس، بالراحة. ادي الزرع هو بسم الله ما شاء الله. طبعا في 60 يوم بيكون في أحجام مختلفة، يكون لسه في بطاطس آه، يعني قد البيضة، وفي أكبر شوية وفي أقل شوية زي ما انتم شايفين زي البيلي كده يعني. أهي أهي بسم الله ما شاء الله. اتأكدت اهوت. بفحر برضو واحدة تانية. أهي أهي ما فيش فيها فحار ولا فيها تشقيق ولا حاجة. بغطيها تاني، أغطيها تاني. اتأكدت دلوقتي يعني ماشي كده الوقت صح. كده التسميد والري تمام. طبعا الري يا جماعة، الري كل واحد عارف أرضه. في أرض فيها صرف، بالذات المية مفيش أي حد بيقول لك، أي مهندس زراعي يقول لك المية دي أنت عارف أرضك بتاخد مية قد إيه، إن كانت ميتها مناسبة أو بتاخد مية زيادة أو مية قليلة. زي كل أرض آه، ما لهاش دعوة بالأرض التانية. أرض فيها صرف، أرض مفيش فيها صرف، أرض بتعوز مية كتير، أرض بتحتاج مية قليلة، وهكذا. هنا بمشي في الأرض كلها. يعني برضو زارعين بسلة اهيت. ويا جماعة احنا لو نعقد البسلة اهيت بسم الله ما شاء الله، لو نعرف ان التقاوي هتجيلنا بنفس الطريقة كده كنا زرعناها كلها بسلة مع البطاطس. بس احنا طبعا ما نعرفش للأسف. كنا مفكرين البطاطس هتيجي زي ما بتيجي على طول. وزرع برضه هنا كرنب برضه بتأكد بشوفه، أشوف فيه دودة، أشوف فيه من زي كده يعني. انت يعني بتمشي على كل اللي انت زرعه، وعلى يعتبر النبات ده هو ابنك، بتشوف ابنك اهو، بتشوف فيه من، بتشوف فيه دودة، بتشوف فيه اي شيء كده. يبقى انت عينك من كل حاجة ومراعي كل حاجة. برضو في بطاطس زي ما انتم شايفينها هيت بتموت اهيت، ملهاش علاج يا جماعة. بطاطس اللي جاية ديت بتموت، ملهاش اي علاج خالص زي ما انتم شايفين. طبعا بقلب بقى نترات الكالسيوم. حطيت 27 كيلو، و4 رتل حامض النيتريك. فضيتهم كلهم في قلب السماد على بعض. هما نترات الكالسيوم عادي بتقبل يتضاف معاها حامض نيتريك، اي انواع تانية ماشي، بس ما تحطش معاها اي كيماويات، لا نترات ولا اي انواع تانية من الاسمدة تاني، ولا يوريا. بت طبعا بجيب شوية مية وباخد الجيركن زي ما انتم شايفين كده، وبفضيه تاني في السمادة. وطبعا الوقت هقلب السمادة عشان أدوب نترات الكالسيوم، وأقلبها وأسيبها.
واسيبها لما اخلص ري، وكانت المية مناسبة ببدأ اضغط في الخراطيم بتاع التسميد. هنا هو خدت زين ده طبعا ابن بنتي وحبيب قلبي. خلاص انا اتأكدت اهوت، وخلاص هنروح نطلع دلوقتي عشان نسمد كده يعني. على طول هنفتح بقى. شفت الاجواء الريفية يا جماعة؟ اجواء جميلة جميلة جميلة، اجواء ولا اروع من كده. المية والطبيعة والخضرة. هنبدأ هنا التسميد. طبعا برفع الخرطوم ده احطه في قلب البرميل، وقت ما اجي اسمد برفع الخرطوم ده برفعه فوق، وافتح المحبس اللي تحتاني ده اللي هو بتاع السحب اللي تحت، وارفع عن الفوقاني، لان لو خليته تحت هيهدر تسميدي يقع على الارض. وبخلي في محبس برضه بخليه ينزل مية بسيطة عشان اسمد بسرعة. اضغط التسميد في الخراطيم زي ما حضراتكم شايفين. ادي التسميد حاجة سهلة خالص. وادي الفلتر، وادي مكنة الري. طبعا انا كاتم الصوت وعشان ازعاج حضراتكم، لان الصوت المكنة عالي جدا. اهو بيبدأ اهو السحب، بيبدأ البرميل المية تنزل زي ما انتم شايفين كده. انا بعمل بالخرطوم كده انزل التسميد اللي على ظهر اللي على جنب السماد زي ما حضراتكم شايفين. وادي الاجواء الريفية الجميلة. طبعا انا زارع خاص زي ما انتم شايفين. برضو اروح ما تروحش البيت وايدك فاضية من اي حاجة خالص، تاخد خاص وانت مروح. زارعين كل حاجة بفضل الله. والوقت كده خلاص انا خلصت هو التسميد، ومليت البرميل مية زي ما انتم شايفين. وطبعا خلاص هبدأ ابطل المكنة الوقتي زي ما انتم شايفين. وده كان الفيديو مع حضراتكم، واشوفكم على خير، وسنة سعيدة عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.